جاءنا رمضان باليمن والإيمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. هل ليلة القدر متنقلة أم ثابتة؟ ذكر أهل العلم أكثر من 40 قولا، واختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والراجح كما بين ذلك أهل العلم أنها متنقلة. والدليل على ذلك أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، في العشر الأواخر في الوتر منها. فلو كانت ثابتة في ليلة معينة لبين هذه الليلة، ولكن حينما قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، يعني حتى يجتهد المسلمون أكثر في هذه الليالي. ومن ضمن هذه الأقوال أيضا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريتها أسجد في ماء وطين، أريتها أسجد في ماء وطين، يعني حينما أري ليلة القدر، فقال هي ليلة 21. وقال عبد الله ابن السرجسي قال حينما قال أريتها أسجد في ماء وطين قال هي ليلة 23. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه وحينما قال عن الشمس تطلع صبيحة هذه الليلة الشمس بيضاء مشعة قال هي ليلة 27. إذا لاحظوا أيها الإخوة الكرام، تدل هذه الأدلة على أن ليلة القدر هي متنقلة، والمحروم